في الفيديو ده هنتكلم عن سهم احتمال يكون هو السهم الترند في البورصة المصرية الفترة الجاية. ففي الفيديو ده هنعرف شوية معلومات عن السهم، وبعدين هقولك هو مستهدف كام. تمام. أنا مهندس أحمد، كل المطلوب منك إنك تصلي على النبي وتركز معايا. أول حاجة، السهم ده هو سهم العاشر من رمضان في الصناعات الدوائية. سعر السهم دلوقتي 2 جنيه 94 قرش، النهاردة 21/2/2024. تعالى بقى على منصة تريدنج فيو عشان نحلل السهم ده. زي ما انت شايف كده ان السهم عامل النهاردة صعود 13%. طب اولا ايه سبب الصعود اللي حصل النهاردة ده 13%؟ اول حاجة سبب الصعود ده ان حصل توصية عليه من رامبل النهاردة. تمام. وبرضه السبب في بداية الصعود ده كانت توصية قصيرة الأجل من رامبل. فاحنا في الأول هنتكلم ونقول لك شوية معلومات عن السهم ده شغال في ايه أصلا، وبيكسب منين، ومستهدف كام. تمام. أول حاجة، دي شركة شغالة في الأدوية. العاشر من رمضان دي شركة أدوية. أول مكسب من مكاسب الشركة دي وهو بيع المنتجات بتاعتها أو الأدوية بتاعتها جوه مصر. بس في الفترة الأخيرة بدأت إن هي تدخل في مجالات تانية زي مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وكمان الأدوية البيطرية. تمام. تاني بقى طريقة بتكسب بيها الشركة دي وهي إن هي اتجهت للتصدير الفترة الأخيرة. آخر السنة دي كانت مصدرة بحوالي 6 مليون جنيه، وبتستهدف السنة دي إن هي تصدر بحوالي 7 مليون جنيه. وبدأت إن هي تعمل اتفاقيات كتير مع شركات بره مصر زي شركة فيتنامية وشركة سودانية، وعاوزة تفتح مصنع في الكويت. فالفترة الأخيرة دي هي بتتجه إن هي تزود الصادرات بتاعتها، وده طبعا بسبب انخفاض قيمة الجنيه قدام الدولار. فهي بتحاول تزود مصادر الدخل الدولارية بتاعتها كمصدر إضافي للدخل ليها أو الربح للشركة دي. تالت أهم معلومة عن الشركة دي إن هي المنتجات اللي هي بتنتجها مش دي كامل طاقتها، هي بتنتج حوالي 40% من طاقتها بس. فهي عندها حوالي 60% من طاقتها لسه مش مستغل. فهي بدأت إن هي أو كانت شغالة أصلا في إن هي تعمل منتجات للغير أو منتجات لشركات تانية، وده مصدر دخل تقريبا حوالي 13% من الدخل بتاعها. تمام. وهي بدأت تشتغل على المصدر ده من مصادر الدخل بتاعها. في طبعا أخبار إيجابية في الفترة دي بالنسبة لشركات الأدوية عموما وبالنسبة لشركة رميدة برضه. أول خبر إيجابي معانا إن بعد ارتفاع الأسعار اللي حصل دلوقتي في مصر الفترة الأخيرة، إن أسعار الأدوية في معظمها لسه ما ارتفعش، لأن الحكومة بتسيطر على سوق الأدوية، وأسعار الأدوية لما بتيجي تزيد لازم الحكومة توافق الأول على حاجة زي كده. تمام. فارتفاع الأسعار اللي حصل ده لسه ما حصلش في معظم المنتجات بتاعة الشركة دي، ولما يحصل ده طبعا هيرجع بعائد إيجابي على أرباح الشركة. تمام. تاني أهم خبر إيجابي معانا إن بعد ما تم تقييم الشركة دي عشان نشوف قيمة الشركة دي كام، لقوها 216 مليون دولار. ال216 مليون دولار لما تيجي تحسبهم بالمصري أو بالجنيه المصري هتلاقيهم 6 مليار ونص جنيه. تمام. 6 مليار ونص جنيه لما تيجي تقسمهم على عدد الأسهم هتلاقي إن سعر السهم المفروض يكون 4 جنيه ونص. تمام. ولما تيجي تشوف سعر السهم دلوقتي هتلاقي 2 جنيه 94 قرش، يعني في حوالي 60% لسه فرق ما بين سعر السهم دلوقتي والقيمة العادلة للسهم طبقا لمنصة رامبل. يعني منصة رامبل شايفة إن السهم ده المفروض يكون سعره 4 جنيه ونص، وهو سعره دلوقتي 2 جنيه و94 قرش. وفي شركة تانية برضه اسمها كايرو كابيتال، الشركة دي مقيمة السهم ده ب3 جنيه ونص. يعني في كلتا الحالتين السهم دلوقتي سعره أقل من القيم العادلة اللي محدداها منصة رامبل وشركة كايرو كابيتال. ولو جينا نبص للموضوع بعيد خالص عن الشركتين دول هتلاقي ان السهم اصلا بدأ في ترند صاعد زي ما انت شايف كده. تمام. فطالما السهم في ترند صاعد زي ما احنا بنقول دايما في الفيديوهات بتاعتنا، احنا هنبقى معاه طول ما هو في ترند صاعد. بمجرد ان هو يبدأ ينهي الترند الصاعد ده احنا هنخرج منه. يعني بعيدا عن الشركتين هو اصلا السهم في ترند صاعد، واحنا دايما بندخل في الاسهم اللي هي بدأت في ترند صاعد. تمام كده. يبقى احنا قلنا مستهدفات السهم ده 4 جنيه ونص طبقا لمنصة رامبل، و3 جنيه ونص طبقا لشركة كايرو كابيتال، والسهم اصلا في ترند صاعد. بس حاجة اخيرة حابب اقولك عليها ان الشركتين دول عاملين التوصية دي كتوصية طويلة الأجل. تمام. مش توصية قصيرة. وتاني حاجة حابب أقولك عليها إن للأسف السهم ده مش موافق للشريعة الإسلامية طبقا لتقرير صندر. تمام. فأنت لو دخلت في السهم ده وربنا رزقك منه بأرباح كويسة، حاول إن أنت تطلع جزء من الأرباح دي كصدقة. تمام. عشان تطهر بيها فلوسك. كده أنا قلتلك في الفيديو ده كل المعلومات اللي أعرفها عن السهم ده، فأتمنى كل المعلومات دي مفيدة بالنسبة لك. ما تنساش بقى تصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو. سلام.